وفي عرض كويس قوي، تابعونا في اخر الفيديو، عرض كويس قوي الناس هتستفاد منه، زي اللحاف اللي احنا كنا عاملينه 500. في برضه في عرض كويس معمول على كوفرت هتتفرجوا عليها، سعرها مميز قوي، سعرها 350. عشان نفتح المنتجات كده نبص عليهم. طبعا في ناس بتحب الفواتح اللي زي دي كده، طبعا ده موجود ومركزين عليه قوي لان ده اساس العروسه واساس التاجر. شفتوا يا جماعه تشكيل الرسومات والشغل بتاع الفوطه عامل ازاي؟ طبعا الحاجات دي كلها تكرار ما شاء الله يعني. دي طبعا علبه فوط جوبير وفيها شراشيب من تحت كده، تقل الوبره هنا كده. بصوا يا جماعه تشكيل خامه الفوطه هنا باينه شويه. طبعا هو مصنع ديوريل ده مصنع طقم السرير، فبيعمل لنا شغل لطقم السرير في الفوطه، حاجات من اجمل ما يمكن يعني. طبعا شغل على ميه بيضاء، واللي متابع مول الشناوي طبعا عارف ان هو بيهتم بالشغل وبيهتم بالتفاصيل الحلوه دي. ده المقاس فيه 120، ودي الفوطه اللي هي بشراشيب. طبعا في منها بشراشيب وفي منها من غير شراشيب. بصوا يا جماعه الالوان عامله ازاي، حاجات من افضل ما يمكن يعني. طبعا دي فوط المطبخ بتاع شركه ديوريل، فوط التواليت اللي هي الدرج، من اجمل ما يمكن. طبعا الوان كتيره وتشكيلها كتير زي ما انتم شايفين كده. دي الوان ثانيه اهي، دي رسومات ثانيه. شوفوا بقى الرسمه الجديده دي برده من شركه ديوريل. شفت الرسمه الجميله دي؟ هنفتح واحده من دي برده نبص عليها. سمك الفوطه هنا واضح شويه اهو. دي برده مطبخ رسمه ثانيه، مطبخ رسومات ثانيه. دي مطبخ ثانيه. الفوطه معموله جوبير، متعامله بالجوبير من اولها لاخرها. طبعا تشكيل الالوان زي ما احنا شايفين كده. دي رسمه ثانيه برده بالوان ثانيه اهي. طبعا شغله كله موجود، بس احنا حابين نعرض جديد بجديد. طبعا ده المقاس النص بالتشكيل اللي هو 70 في 140. انا عايز برده الناس تركز في التفاصيل الشغل والجوده بتاعه الشغل والخامه. احنا بنعرض الفيديوهات دي عشان بس الناس تبقى فاهمه وتبقى عارفه هي بتاخد ايه وشايفه ايه، برضه تقدر تميز الحلو من الوحش. شوفوا يا جماعه الشغل عامل ازاي. بص الوبره والسمك بتاعها، طبعا ده قطن بامبو من اللي هو يعني بيبلع الميه مش بيشربها بس. ده طقم سول قطن مشجر 100%. شفتوا باشا التشكيل؟ شفتوا يا جماعه؟ شفتوا تشكيل الالوان؟ شفت هوريكم تشكيل قطن سرير مفيش ولا لون وحش. بص ولا لون وحش. العروسه اللي بتبقى عايزه 2 و3 بتيجي تاخد بال10 منه. بصوا يا جماعه دي كوفرته 4 قطع، 5 قطع، خامه مميزه. 5 قطع كمان، 5 قطع مع ملايه. دي كوفرته قطن 5 قطع معاها طقم سرير. خلينا نفرد لك كوفرته الاول. كوفرته محترمه ما تقارنيش من الثلاث نواحي. شوف كيس المخده قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا تكمله لمبادره ال 10% اللي احنا ان شاء الله خدنا الخطوه بتاعتها من وجهزنا لها من 1/9. طبعا التجهيزات كانت من قبل كده، بس ان شاء الله هتبدا من 1/9 ل 30/9. فطبعا تكمله بقى لسلسله الفيديوهات اللي احنا بننزلها للمنتجات اللي بتنزل والمصانع طبعا اللي بتبعت لنا الشغل المتوالي. النهارده بقى هنعرض تشكيل الفوطه بتاع مسك مكه. مصنع مسك مكه مصنع محترم يعني، حتى من على الباب ما شاء الله احنا يعني متبقي رسمتين اهمت اللي اتبقوا. طبعا شغل من على الباب يعني الله اكبر، قرفه زي العسل. شغل ان شاء الله ونكمله. منتجات ديوريل، فوط المطبخ، فوط السفره، فوط التواليت، والفوط الكبيره المقاس 50 ومقاس 60 في 120. ونعرض تشكيل السروجي طبعا تكرار، كل شويه بيخش لنا السروجي ما شاء الله. احنا طبعا صورنا عربيه كامله لجميع المنتجات، اكتر من 30 رسمه. النهارده في تكرار برده لبعض الرسومات اللي جات لنا. الحمد لله طبعا المصانع بتقف معانا وقفه كويسه. وفي عرض كويس قوي، تابعونا في اخر الفيديو، عرض كويس قوي الناس هتستفاد منه، زي اللحاف اللي احنا كنا عاملينه 500. في برده في عرض كويس معمول على كوفرت هتتفرجوا عليها، سعرها مميز قوي، سعرها 350 عشان برده ما نبعدش عن الناس. سعره 350 جنيه هنفرجه لكم. فطبعا معانا يا جماعه لاخر الفيديو هتنبسطوا قوي من العروض الموجوده دي. طبعا الناس اللي عمرها تشوفنا عرض ال 10% على جميع المنتجات، مش المنتجات اللي احنا هنفرجها دي بس، على كل المنتجات اللي في المول. يعني تاجر جمله بتفتح محل، ربنا يرزقك ويوسع عليك. عروسه بتجهز بتفرش جهازها وبتجهز لنفسها، ان شاء الله ربنا يكرمها ويبارك لها. ان شاء الله كل المنتجات عليها العرض ال 10%. خلينا نبدا كده بالرسمه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا باشا، شفتوا يا جماعه دي تشكيل ديوريل. هو النهارده بقى بيركز على الوان الغوامق زي ما احنا شايفين كده، بقى اللمسه بتاعته لمسه غوامق كده، وبحر الفوطه تحس ان هو مشجر. دي كانت بترجعنا لفوط زمان اللي هي كانت القطيفه الغوامق. رجع تاني عملها بقى بس باسطمبه جديده كده وبتشغيل كويس، يعني مدي منظر للفوطه شكله حلو قوي. طبعا فوط عرايسي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا في رسمه ثانيه زي دي برده. عايزين نفتح المنتجات كده نبص عليهم. مع الناس الفوطه هنا واضح اهو، ودي رسمه الفوطه. طبعا احنا يعني مش بنجبر حد ياخد الوان معينه، بس احنا بنوفر كل التشكيل وكل الالوان عشان اللي يعجبه ده ياخد واللي يعجبه ده ياخد. طبعا في ناس بتحب الفواتح اللي زي دي كده، طبعا ده موجود ومركزين عليه قوي لان ده اساس العروسه واساس التاجر. الزوايا دي الالوان اللي هي الجميله قوي اللي بتعجبنا وبتعجب كل الناس، دي طبعا مركزين عليها وكلها موجوده. بس يا جماعه في ناس بقى بتحب تاخد تبعد عن الفوط شويه. الناس بتجيب عدد في الجهاز. عرض العروسه ان شاء الله اللي احنا هنعمله برده حاطين مدعمين فيه علبه زي دي، يبقى معاكي تشكيل. حابه تغيريها غيري، حابه تزودي منها تاخديها خديها مفيش مشكله. تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه فوط جميله جدا. طبعا نسبه التشرب بتاعتها قطن 100%، والالوان زي ما احنا شايفين كده حاجه مميزه قوي، والوان تشكيلها جميل. في برده الرسمه دي جميله قوي.
وفي الرسمه دي الالوان دي قصدي. طبعا تشكيل الوان مختلف اهوت عن التاني. من الحاجات المميزه طبعا اللي عاملها مصنع ديوريل، مصنع محترم ومصنع قوي بيهتم بالفينش بتاعه وبالتقفيل والنظافه. طبعا منتجات سروج احنا عارضينها كلها، يعني خلينا نوريكم النهارده منتجات ديوريل نركز عليها. والسروج ده لو عايزين ترجعوا للفيديو الثاني ارجعوا له، بس طبعا هو فيديو يعني ايه. بص كده الرسومات من غير ما نفرق. بص كده يا باشا، شوف تشكيل الالوان. بص دي الوان ثانيه برده، شفت الناس النص بشكير. شفت يا باشا، شفت يا جماعه تشكيل الرسومات والشغل بتاع الفوطه عامل ازاي. طبعا الحاجات دي كلها تكرار ما شاء الله، يعني من على الباب والله، يعني ما شاء الله. يعني قرفه الشغل زي العسل، قرفه جميله من الشغل اللي ما بيقعدش. شفت الرسمه دي طبعا دي كانت دي تكرار، كانت اول رسمه تيجي منها المره اللي فاتت وما شاء الله اتكررت تاني من الرسومات الجميله. طبعا شغل السروجي بالكامل، كراتين لاي تاجر جمله عايز كميات موجود. شفت يا باشا الرسمه الديوريل الفواتح دي طبعا علبه فوط جوبير وفيها شراشيب من تحت كده. ايه رايك نفتح واحده من دي؟ يلا يا باشا. تقل الوبره هنا كده. بصوا يا جماعه تشكيل خامه الفوطه هنا باينه شويه، وده الجوبير بتاعهم. بصوا يا جماعه ده على الطبيعه. طبعا هو مصنع ديوريل ده مصنع طقم السرير، فبيعمل لنا شغل طقم السرير في الفوطه، حاجات من اجمل ما يمكن يعني. شفتوا يا جماعه الشغل عامل ازاي. طبعا شغل على ميه بيضاء، واللي متابع مول الشناوي طبعا عارف ان هو بيهتم بالشغل وبيهتم بالتفاصيل الحلوه دي. عروسه بتاخد فرشها مننا، تاخده على اعلى مستوى، اعلى فرش عروسه ممكن تتخيله الحمد لله هتاخده من عندنا هنا، لان طبعا ما في كل المصانع مصانع قويه وبراندات كبيره. بصوا يا جماعه ده المقاس فيه 120، ودي الفوطه اللي هي بشراشيب. طبعا في منها بشراشيب وفي منها من غير شراشيب. احنا بقى بنحب يعني ننوع الشغل وننوع الافكار، بحيث ان اللي عاجبه ده ياخد واللي عاجبه ده ياخد. في ناس تحب تاخد اللي هي المرفيه، في ناس تحب الفكره الجديده دي تقول لك لا انا عايزها شراشيب، في ناس تحب تاخد الجوبيرات، في الجاكار، في كل بيحب كل ده. فكل ده هنجمعه لك في تشكيل واحد في مكان واحد، في عرض عروسه مثلا ممكن تاخده. هتيجي هنا في المكان تشرفنا، هتلاقي كل التشكيل في قسم الفوطه. عندنا طبعا قسم الفوطه ما شاء الله من اوسع التشكيل واكبر المصانع، تيجي تختار براحتك. تمام كده. شفت الالوان الثانيه هنا، شفت يا جماعه التشكيل. بصوا يا جماعه الالوان عامله ازاي، حاجات من افضل ما يمكن يعني. تمام كده. هات غيره يا باشا. طبعا دي فوط المطبخ بتاع شركه ديوريل، طبعا مكسره الدنيا يعني. التشكيل المطبخ ده عشان الشغل بتاعه مميز قوي وبيدي منظر كده. تمام. فوط التواليت، فوط التواليت اللي هي الدرج، من اجمل ما يمكن طبعا، وحطيناها في عرض عروسه قبل كده لو تتذكروا. ممكن في معظم العروض اللي بنعملها بنحط فوط التواليت الدرج دي، علبه منها وعلبه من الرسمه الثانيه. طبعا الوان كتيره وتشكيلها كتير زي ما انتم شايفين كده. دي الوان ثانيه اهي، دي رسومات ثانيه. تمام. شوفوا بقى الرسمه الجديده دي برده من شركه ديوريل. شفت يا باشا، شفت الرسمه دي. عايز اوريك الاول الوان ثانيه. شفت الرسمه الجميله دي. هنفتح واحده من دي برده نبص عليها. دي التركواز المره دي، ناخد التركواز دي. شوف انا رسم كل فوطه هنا واضح شويه اهو. هو ده جمع بحر الفوطه، فوطه من اجمل ما يمكن يعني. طبعا عليها حروف وكلام كده حلو. الناس اللي بتحب الفوطه، بحر الفوطه كده مشجر بالكلمات. طبعا ده موجود والورد موجود، وزي ما احنا شفنا بقى الالوان بتاعت دي برضو كذا لون منها. دي الوان ودي الوان ثانيه، دي اللي احنا فردناها اللون ده. في منها الكحل الغامق والكشمير والبني والروز. تمام كده. دي طبعا رسمه بهار، رسمه يعني مش عارفين نوقفها ما شاء الله، من جميله جدا يعني. شفت الرسمه عامله ازاي. هي الوانها تكاد تكون متقاربه يعني، اختلاف بسيط قوي في الالوان يعني. اختلافها يمكن ايه مثلا، دي على الاورنج، دي على كشمير، دي على رصاصي، دي على تركواز، وهكذا يعني. تمام. دي برضو مطبخ رسمه ثانيه، مطبخ رسومات ثانيه، ودي مطبخ رسمه ثانيه. خلينا نوريكم الاول التشكيل تقريبا كلها، لا في اختلافات بسيطه كده برضو في الشغل بتاع الفاكهه. دي مطبخ ثاني. شفتوا يا جماعه طقم السرير، مش هو الراجل ده بتاع طقم اصلا يعني. الراجل ده بيعمل لنا شغل الطقم بتاعه ما شاء الله يعني. مش شركه ديوريل، شركه معروفه، بيحطوا لنا الشغل بتاع القطن في فوط المطبخ، فوط التواليت، وفي الفوطه معموله الجوبير، مطعمه بالجوبير من اولها لاخرها. شغل محترم يعني، شغل ما شاء الله رايق. شوف برضو الرسمه دي بالوان ثانيه اهيت. طبعا تشكيل الالوان زي ما احنا شايفين كده. تمام. هات غير والله.
دي رسمه ثانيه برضو بالوان ثانيه اهي. شفتوا يا جماعه التشكيل عامل ازاي؟ يعني بفضل الله تشكيل الوان حلو قوي ورسومات كتيره مميزه. طبعا ده مصنع واحد لشركه ديوريل. احنا طبعا عندنا مصانع كتير وعندنا تشكيل كتير وعاملين فيديوهات منفصله لكل فيديو. الناس اللي اول مره تشوفنا تتابع الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقي كل حاجه مفصله ومشروحه زي ما احنا بنشرح كده. شفتوا يا جماعه الرسومات عامله ازاي؟ دي رسمه برضو غير اللي احنا شفناهم تحت. في عندك حاجه ثانيه تورينا؟ شفتوا بقى يا باشا مستر ممكن طبعا مش واخد حقه المره دي لان ما شاء الله يعني مفيش غير رسمتين ليه. طبعا شغله كله موجود بس احنا حابين نعرض جديد بجديد. دي الوان ثانيه اهي. طبعا ده المقاس النص بشكيري اللي هو 70 في 140. هفتح لك واحده منها برضه تبص عليها. شفت رسمه نص الرسمه دي يا جماعه؟ شفت الالوان والتشكيل عامل ازاي؟ احنا معانا الوقت براحتنا يعني نفرد ونطبق براحتنا. في اوقات ديت ما بيبقى العرض فيها اكبر من كده ما بنقدرش نفرد بس احنا على مهلنا وبراحتنا يعني. خلينا نفرد التصوير دي اول مره نشوف الناس بقالنا كتير يعني. شفتوا يا جماعه ده النص بشكير اهو. شفتوا الرسمه عامله ازاي؟ شفتوا يا جماعه تشكيل فوط. انا عايز برضو الناس تركز في التفاصيل الشغل والجوده بتاعه الشغل والخامه. احنا بنعرض الفيديوهات دي عشان بس الناس تبقى فاهمه وتبقى عارفه هي بتاخد ايه وشايفه ايه. برضو تقدر تميز الحلو من الوحش. يعني الناس اللي جايه من مشوار بعيد تبقى انت جايه وانت مطمنه عارفه انت جايه الحمد لله المحله وجايه الحمد لله بفضل الله يعني المكان الامان اللي انت هتاخدي منه تشكيلك وشغلك وتروحي مبسوطه عارفه ان انت فعلا وفرتي وخدت حاجه كويسه. طبعا المحله طلعت الصناعه واساس المفروشات في مصر كلها. فانت بتاخدي بفضل الله كل الرسومات اللي انت هتاخديها وكل التشكيل شغل على ميه بيضاء زي ما انت شايف. ارجع واقول لك بقى للناس يا جماعه احنا دايما شغلنا اما بيتفرد على الطبيعه بيبقى احلى من هو مقفول. شوفوا يا جماعه الشغل عامل ازاي؟ بص الوبره والسمك بتاعها. طبعا ده قطن بامبو من اللي هو يعني بيبلع الميه مش بيشربها بس. يعني تحط عليه الميه كده بيبلعها مش بيشرب. طبعا احنا عملنا تجارب للفوط دي كتير. بصوا يا جماعه تشكيل الالوان عامل ازاي؟ طبعا دي رسمه السروجي طبعا قررناها قبل كده شفناها. شفت الرسمه عامله زي دي؟ رسمه هاديه وبسيطه قوي من الرسومات اللي هي التحفه الشيك قوي يعني. تمام. عايز بس قبل ما اروح للكوفرتا بقى والعرض الجميل اللي احنا هنعمله طبعا ان شاء الله عرض هيعجب الناس. في طقم السرير طبعا سول ده التشكيل بتاعه. ده طقم سول قطن مشجر 100%. الناس اللي هي بتبقى عايزه رسومات في المشجر رسومات عاليه ورسومات جديده مش تقليديه. بصوا يا جماعه الرسومات كرتونه. طبعا الشغل كله موجود يعني ده ما شاء الله شغل فاشل. ده طبعا رايح شحن الكراتين المقفله دي. وقبل ما برضه هنوه عليك بصوا يا جماعه يعني الطلبات اللي هي بتبقى سهله وبسيطه يعني الشحن ده ما شاء الله شحن طالع اهو. ده سوهاج يعني بص ما خدش مننا 5 دقائق يعني بالتفاصيل. يعني شوف ده مثلا موديل 6 طقم منه اهو. بعتت طبعا سكرينات للموديل دي طبعا يعني ما شاء الله زميلتنا دي يمكن 5 مرات او 6 مرات تاخد مننا. يعني واخدت مثلا الطقم ده بتبعت طبعا سكرين دي او بتبعت اسم الموديل والالوان اللي هي عايزاها او بنوريها الالوان بنعرض لها. وزي ما انت شايف كده بص يعني زي ما هنا التشكيل الساده الكبير والاطفال. طبعا شغل ما شاء الله يعني ربنا يحسن سوقهم. طبعا المشجر الكبير الاطفال ده اطفال. بصوا يا رسومات ربنا يجعلهم احسن منهم. شفت التشكيل عامل ازاي؟ وطبعا الفوط زي ما انت شايف كده عملت سكرينات برضو واخدت الفوط اللي هي عايزاها. بص يعني علبه من كل رسمه ما بنقصرش مع الناس. مش لازم يعني يا جماعه ما بنجبرش الناس انها تاخد دسته من الرسمه او لازم الكرتونه. لا علبه يعني بص مشكله علبه من كل رسمه زي ما انتم شايفين كده. بص كده دي 3 علب من الرسمه اهو ودي علبه من الرسمه. شفت رسمه نص مكه دي ما شاء الله يعني جايه كرتونه النهارده ويعني ما شاء الله من على الباب. طبعا في شغل منها جوه والله جت منها كرتونه من على الباب الرسمه دي. ومفيش بقى غير رسمتين اللي احنا عرضناهم. فشفتوا يا جماعه يعني الغرض من كل ده ان دايما الشغل اللي بيسهل علينا الطلب ما يدوش 10 دقائق تطليعه الحاجه منها. وطبعا ده فيها 4 قطع يوم تيجي مطلعاها. فالشغل السهل الطلب السهل اللي بيبقى واضح على الواتس او عروسه بتبعت شغلها برضو واضح بالاعداد او عايزه عرض عروسه بيتبعت لها ما بياخدش نص ساعه يعني. فالشحن الحمد لله بفضل الله معانا سهل مش موضوع صعب. بتحس ان يعني اللي بيبعت لنا تحس ان هو موجود في المكان بيتنقل له كل حاجه لكن هو موجود ويمكن ازيد كمان شويه. بيبص على الالوان ببساطه وبيشوف الالوان درجات الالوان بيشوف الموديلات وبيختار. فانت بس يعني المطلوب منكم يا جماعه سهلوا موضوع الشحن الطلبات على الاونلاين يعني سهلوا الاعداد سهلوا الصور. لو بعت الطلب بتاعك واضح وهتلاقي الحمد لله الشحن هيجي لك يعني باسرع ما يمكن اسرع ما كمان انت تبقى موجود. طبعا موديل جوجو لسه داخل برضه ده تكرار. شفت يا باشا ده طبعا ما شاء الله ده رايحين شحن لتاجر طبعا اخذ الموديل ده تكرار ليه ما شاء الله يعني من اللطم اللي هي قرفتها زي العسل.
طبعا شغلنا الحمد لله فضل زي ما انت شايف، يعني زي ما احنا بنعرض كل الشغل ما شاء الله، يعني لو ما كانش شغال ان شاء الله تاجر مش هيكرر منه الاعداد دي كلها. طبعا ده بيتعبى في كراتين لسه وهيتجهز ويروح. تعالى يا باشا كده اوريك الشحن بيتعمل ازاي يا باشا وبيتجهز. بص يا باشا، ده شحن برضه رايح المنيا. بص يا باشا، المنيا طلع الظهر بيه. كده. بص يا باشا، بيتحط في الكرتون زي ما انت شايف كده. شوف يا باشا كرتونه اهيت وبيتحط فيه العلب زي ما انت شايف. بص التشكيل، بصوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه، شوف في رسمه ثانيه لمسك مكه اهيت. طبعا رسمه نيلي، طبعا خدنا فيديو ليها وهناخد فيديو قريب ان شاء الله لمنتجات نيلي. وبيتحط في الكرتونه وفي الاخر بيتحط في شكاره زي كده، بس لسه هيتقفل بقى، الحاجات دي لسه هتتحط بس لحد ما يبدا يحافظ على الحاجات دي هتبدا تاخدها. بص يا باشا الكراتين، بص شفت يا باشا، بيتحط في كراتين وبعدين يتحط في شكاير عشان حاجه تتحافظ عليه. طبعا الكراتين دي برده رايحه شحن، كراتين لطقم السرير المطبوع وكراتين اطقم كازان زي ما انت شايف. الشحن بص للعلب واضح كده، ده طبعا خلاص واقف على التقفيل بس يا دوب هيتخيط. شوف بتحط البطانيه، بص كده نوري الناس كده يا جماعه. شفتوا يا جماعه، بصوا البطانيه، شفتوا الكوفرته تحت اهيت، هات كده صور الكوفرته دي. شفتوا يا جماعه الشحن كده واضح، بص كده، شفتوا البطانيه قد ايه تاخد يعني في الحجم. يعني بص البطانيه، يعني الطرد ده بياخد اكتر حوالي 8 بطاطين، يعني عبوه 8 بطاطين، املوهم زي ما انتوا عايزين، املوا لكم سراير، املوا فوط، املوا بوردات، املوا دفايات، املوا زي ما انتوا عايزين. تمام. ده طبعا تكرار اللي هو ستريب اللي هو باستك، ده طبعا برده ما شاء الله شحن للتاجر، طبعا ما شاء الله تشكيل مميز قوي، ربنا يحسن له سرهم. خلينا بقى اعرض لك الكوفرته. خليني اوريك بقى تشكيل الملايات. هات احمد يلا الملايات دي. احنا بس نوهنا على موضوع الشحن ده عشان برضه الناس اللي يعني ما كانتش فكره عن الشحن تبقى عارفه احنا الشحن بيتم ازاي. طبعا بنسلم مراكز ومدن عشان برضه يبقى الكلام واضح. شركات شحن بتسلم مراكز ومدن، كوره ونجوع لا، فبتستلم من اقرب مركز ليك او اقرب مدينه. بصوا يا باشا بقى على تشكيل الملايات كده، هتحط هنا عشان بلاش بيلعب الشحن. شفتوا يا باشا التشكيل، شفتوا يا جماعه، شفتوا التشكيل الالوان، شفت هوريكم تشكيل اطقم سراير مفيش ولا لون وحش. بص ولا لون وحش، العروسه اللي بتبقى عايزه 2 و3 بتيجي تاخد بال10 منه، وهو سعره اصلا ما شاء الله بالفكه يعني. بص يا باشا الموديلات، هات يا باشا كل ما انا بجيب لك بص الاشكال عامله ازاي. شفت يا باشا، شفت الطقم على الطبيعه هو اللي على الصوره. شفت يا باشا، شفت يا جماعه التشكيل عامل ازاي. التشكيل بقى ده كده احمد دلوقتي الاطفال، بص يا باشا الاطفال، شوف على الطبيعه. طبعا الخامه ما شاء الله مميزه قوي، ومقاس الملايه للاطفال مترين في 240. شفت يا باشا التشجير على البوستر عامله ازاي على الطبيعه اهيت. شفتوا يا جماعه، شوفوا التشكيله يا جماعه. يعني بفضل الله الحمد لله مول الشناوي بيتميز بالشغل المميز وبالحته الحلوه، عشان كده بنقول مول الشناوي يا جماعه يعني بفضل الله اميز مكان تاخدي في المحله شغل مفروشات من عنده. ليه بقى؟ بتلاقي تمييز في كل حاجه، تمييز في الالوان وفي التشكيل، مش طقم مطبوع وخلاص بجيب لك اي طقم مطبوع. من عندنا المشجر بيبدا لو من مش عايز اقول من 95 جنيه طقم المشجر. طبعا احنا بنراعي طبعا موضوع الاسعار. في عندنا قطعه واحده وعندنا 2 قطع وعندنا 3 قطع وعندنا 4 وعندنا 5، ده الكبير. الاطفال بيبقى 6 قطع. طبعا كل التشكيل ده موجود عندنا، بس احنا بنحب نعرض الحاجات المميزه والحاجات اللي هي شغلها شيك قوي وتليق بيكي تستاهل مشوارك عشان تيجي تاخدي من الطقم ده. مش لو عايزه طقم تيجي تاخد 10. انا باكد لك اللي بتاخد طقم، اللي بتبقى عايز طقم او طقمين مشجر بتاخد بالخمسه وبال10 منه. تمام كده. شفت الاطفال، هات يا احمد هات كمان. شفت الحته الاطفال دي، ده شبابي طبعا. بص على الطبيعه عامل ازاي. شفت، هات كده قرب الرسمه كده يا محمد. شفت يا باشا، شفت الباراشوت دي ما تلاقيش على البوستر حاجه والطقم، بص يعني ما تلاقيش الطقم حاجه والبوستر حاجه، لا هو طبعا اطقم سرير على اعلى مستوى. بص يا باشا، شفت يا باشا، طبعا شحن يعني زي ما تقول ما شاء الله كميات. طبعا بالكراتين، احنا مش بنقول يعني خدوا كراتين، خد اللي انت عايزه، خد 5 خد 2 خد 1، ما بنقصرش مع بتوع الشحن بالذات يعني. شفت يا باشا الحته الكيتي الجنب دي، شفت يا باشا على الطبيعه عامله ازاي. تمام كده. يلا يا احمد، شفت اخر حته اهي شفنا عرضناها دي يعني. يلا يا باشا تعالى اوريكم الكوفرته، عاملين عليها عرض كويس قوي. طبعا العرض دي بتبقى اقل من ثمنها، يعني هي سعر هي بتبقى مثلا 30 40 حته معمول عليهم. طبعا صور شركه مصر بالكامل ومقاساتها كلها موجوده، ان شاء الله هنعمل عليها فيديو قريب بمقاساتها كلها بقى الشرح ليها. طبعا شركه مصر متميزين بيها، مول الشناوي حصري. شركه مصر ليها غزل المحل يا جماعه. بصوا يا جماعه دي كوفرته 4 قطع 5 قطع، خامه مميزه، 5 قطع كمان 5 قطع مع ملايه، خامه مميزه قوي.
واضحه كده يا باشا، ارجع شويه يا عم محمد. واضحه كده. دي كوفرتا قطن 5 قطع معاها طقم سرير. خلينا نفرد لك كوفرتا الاول. الكوفرتا ده يا جماعه مش احنا قلنا سعرها في الاول مش 500 بقى ولا 400 ولا الكلام ده. الكوفرتا دي ب 350. دي عرض يا جماعه لفتره مؤقته. احنا عملنا عرض اللحاف ب 500 جنيه. اللحاف ده كان فاضل الله بيتباع اكتر من 800 واسعار اعلى من كده. كان معمول ب 500 بس الناس طبعا يعني ما تجيش بعدها بشهر، في الناس لحد النهارده بتسالنا عليه. فهو العرض ده بيبقى مثلا كميه بسيطه منه واتعمل عليهم عرض. كان في شغل منه يعني بزياده، والفضل الله كان في منه الوان مميزه. اتباع مثلا بتاع 30 حته 40 حته الوان متكرره او متشابهه، فبنعمل عليه عرض او معنى صح دخل تشكيل جديد بقى حاجات اعلى منه افرس منها، فبنعمل على دي عرض. طبعا الحمد لله يعني هي باقل من ثمنها، بس الحمد لله طبعا راضينا منها كتير من الصنف، فخلاص مش مشكله بنضحي ب 30 40 كوفرت. فالغرض بس الاصل اللي انا عايز اقوله ان دي بقى العدد بتاعها قليل، مفيش منها كميه. يعني انت شفت العرض بتاعها ما تجيش بعدها باسبوعين او بعدها بشهر، ممكن تكمل اسبوعين ممكن تكمل اسبوع، هي بقى ورزقها. بس هم كميات بسيطه ما تبقاش منها تكرار، يعني مش خط انتاج، يعني مش زي الفوطه دي او مش زي الطقم السرير اللي احنا بنعرضه يبقى في خط انتاج منه مكمل. عشان كده بنقول الكميات عندنا متوفره، انما دي بتبقى عرض بتبقى كميه بسيطه قوي موجوده. خلينا نعرض الكوفرتا كده ونوريكم اشكالها. كوفرتا محترمه بكرانيش من الثلاث نواحي ب 350 جنيه. العروسه اللي جايه الفتره اللي جايه دي ان شاء الله لازم تستفادي بالكوفرتا دي، خدي منها في جهازك ما تسيبهاش. كوفرتا يعني بسعر الكوفرتا العاديه. شفتوا يا جماعه الكوفرتا على ما تجيب الملايه كده تانيين فاردها. شفتوا يا جماعه الكوفرتا عامله ازاي؟ كوفرتا فايبر بثلاث كرانيش من جميع النواحي، وطبعا معاها ملايه بنفس اللون. طبعا لون عاجبك بقى لون مش عاجبك مش مشكله، بس هي بصراحه هي سعرها ببلاش. بصوا كده فيها طقم السرير، يعني 350 مش بثمن طقم السرير النهارده. شفتوا يا جماعه الطقم عامل ازاي؟ مقاس 240 في 260. العراس يا جماعه اللي جايه المول الشناوي الايام الجايه دي لازم تاخدي كوفرتا من دي بصراحه. يعني اعتبريها كوفرتا استعمال، كوفرتا بدل الكوفرتا العاديه، وفي نفس الوقت هي كوفرتا مفرش وسعرها جميل. طبعا طقم بقيه الطقم اهو. دي كيس المخده. شوف كيس المخده قد ايه. شفتوا يا جماعه هات الخداديات احنا. شوفوا يا جماعه الخداديات، طبعا الخداديه بتاعتها مبطنه، يعني مش خداديه ملايه، الخداديه مبطنه، مش عارف هي واضحه ولا لا. خداديه مبطنه فايبر، يعني بصراحه ما يجيش ثمن الطقم. فيا جماعه اغتنموا الفرصه بتاعت العرض ده وخدوه. الكوفرتات دي متوفره، بس زي ما قلنا مش بانتاج كبير، هي موجود منها 30 35 40، يعني اقصى حاجه ممكن تلاقي 40 حته. فبفضل الله موجوده مثلا متوفره معانا. الايام الجايه مجرد ما الفيديو ينزل ابدا اسال عليها، والعروسه اللي جايه تاخد من مول الشناوي لازم تاخدي من دي قطعه او قطعتين. طبعا هو هيبقى قطعه واحده عشان العدد بتاعها بيبقى قليل، بنراضي كل العرايس اللي بتيجي، فخدي منها قطعه في جهازك ما تسيبهاش. ب 350 سعرها ببلاش قوي يعني. نشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد، وان شاء الله العروض ال 10% ان شاء الله هتبدا من 1/9. ما تعدوش الفرص دي. طبعا يا جماعه لما نقول 10% دي بتبقى يعني عروض اكيده. الحمد لله مول الشناوي بيبقى دايما يعني سباق بالعروض بتاعته، صادق في كلامه. عرض ما بنقول عرض بيتعمل على المنتجات يبقى عرض بيتعمل. 10% خصومات بينزل 10% خصومات. عروض العروسه بتاعتنا الحمد لله كنا الاوائل اللي عملنا عروض عروسه بفضل الله، اتميزنا بيها. وملحوظه صغيره كده بالنسبه لعرض العروسه يا جماعه اللي احنا بنعمله، يعني في ناس كتيره بتعرض وفي ناس بتقول ما تصدقوش حد. في ناس تقول لكم احنا ما بنقولش اعداد قطع، في ناس تقول لك ما تصدقش واحد بيقول لك احنا بنحط قطع زياده عليه. خلي دايما الحكم ما بيننا وبينك حته البضاعه، الشغل، القطع انا لازم اعدلك. يعني في ناس ازاي ان عرض عروسه احنا معظم شغلنا شحن. طبعا احنا بنخاطبكم انتم مش بنخاطب الناس اللي بتتكلم، عشان احنا برضو بنتكلم مع ناس فاهمه. ما تخلوش حد يضحك عليكم. لازم لما بنعمل عرض عروسه لازم بنعده لكم بالقطعه، والا ازاي تستلم شغل لما يجي لك. يعني انا بقول لك عرض عروسه مثلا 19650 ده عرض عليه كان عليه لحاف سرير هديه، عليه شحن مجاني عدده 50. عشان لما الشحن يجي لك يوصلك، طبعا العرض ده لسه شغال لحد النهارده بفضل الله، بس مش مطبق عليه ال 10% طبعا عشان يبقى في صدق في الكلام. ده مستثنى من العروض. خلينا نكمل النقطه بس المهمه قوي. فتلاقي في ناس تقول لك احنا ما بنعدش عروض، ما بنعدش عدد القطع. انا لازم اسلمك عدد القطع، يعني الشغل هيجي لك زي ما انت شايفه كده، هتعرفي ازاي ان عدد الكامل. فلازم تبقى انا عدد لك عدد القطع. في ناس بتقعد تقول لا احنا ما بنعدش عدد القطع، احنا الشغل عندنا ما بيتعدش، الحته عندنا ب5 من بره. ما فيش مشكله، هو يعرض 5 من بره بس يسلمك على الاقل عدد القطع. احنا شغلنا زي ما انت شايفاه لازم نقول لك العدد القطع اللي فيه ايه. اللحاف اللي طلع عليه كان طبعا لحاف مش محسوب نهائي، لحاف واخداه هديه. حتى اللحاف العرض النهارده اللحاف خلص، حطينا مكان حافظه سجاد توازيه.
طبعا عشان مصداقيه لما قلنا على الهديه على العرض، خلاص انت بتاخدي هديتك. بس طبعا كان اللحاف معمول عليه عرض بكميه معينه على العرض. طبعا العرض نجح ما شاء الله، ويعني بكميات كبيره، وكملنا فيه عشان المنتجات بتاعه، وكملنا لحد النهارده بيه. فاللحاف طبعا الهديه ده خلص، فحطينا حافظه سجاد عليه. في ناس تقول لك ده بيحطوا حاجات وبيحسبوها، لا سيبك من الكلام ده خالص. وان كان هو صادق يجيب هو عرض زيه ويحسبه بنفس ثمنه ويقدمه لك. انما هو يعني الكلام طبعا احنا يعني بفضل الله احنا بنحترم نفسنا وبنحترم كلامنا، يعني بنعرض شغلنا ومنتجاتنا، مالناش دعوه بحد ولا علاقه بحد. احنا بنكلمك انت، مش بنكلم حد تاني، بنكلم الناس اللي بتتفرج علينا العرايس. هو حد يضحك عليكم، اوعوا يعني تنجذبوا لكلام كل واحد بيبيع كلام. النهارده احنا مش بنعرف نبيع الكلام، احنا بنعرض منتجات وبنعرض شغل وبنوريهولك، وانت الحكم، انت اللي تقولي الشغل ده كويس او الشغل وحش، السعر ده كويس غالي او السعر ده وحش. وفي الاخر الارزاق دي بتاعت ربنا، هتجيلي هتروحي له هتروحي لاي حد. الناس كلها بتسعى لوجه الله، ما بنقولش اسعار حفاظا على الناس اللي بتقعد تتكلم. ولسه عامله عروض عروسه مؤخرا كانت بترفض انها تقول لك احنا مش بنعمل عرض عروسه، انا عايزك انت تنقي. النهارده بقى بتعمل عرض عروسه. احنا كنا سباقين في اول حاجه عملنا عرض عروسه، كان مول الشناوي، والحمد لله يعني اشتغل معانا، وبفضل الله كنا يعني اكتسحنا فيه. عشان كده الناس بدات تعمل عرض عروسه. اشتغل وسعى طالما في الحلال، ودي منافسه شريفه ما بنحبها وبنسمح بيها. انما اللي احنا ما بنحبوش ان يعني ضحك على الناس، او ان انت تقبلي ان حد يضحك عليكي، فده ارفضيه. حد يقول لك ده بيكذب ده بيعمل، كل الكلام ده انت الحكم. احكمي دايما بالمنتج اللي قدامك، احكمي بالشغل اللي قدامك، احكمي بالسعر. يقول لك ده سعر، ده عرض مثلا، لا ده حاسب اللحاف الهديه، خلاص انت لو انت حاسه ان اللحاف هديه سيبيه، هو العرض سعره كده. لو مش هتاخدي اللحاف، لو انت مش عايزه اللحاف سيبيه، هو سعر العرض كده من غير اللحاف. عايز تاخدي اللحاف عليه خديه، مش عايز تاخديه ما تاخدهوش. في ناس بتستفاد منه، وفي ناس بتاخد اللحاف عليه هديه. وفعلا اللحاف ده يا جماعه مش محطوط سعره. واللي عمل عرض قريب ليه، اللي عمل عرض الفئه سعريه بنفس المنتجات وما وصلش لقمه المنتجات اللي فيه، والله عملوا 25 و26. واحنا ما طلعناش قلنا الكلام ده، ولا قلنا يا جماعه بصوا العرض بيتباع بكام ولا الكلام ده. احنا بنوري منتجنا، والناس هي اللي بتحكم، والناس هي اللي بتقول اذا كان ده عرض كويس ولا لا، واذا كان عرض غالي او رخيص. ثقتكم فينا دي حاجه غاليه بالنسبه لنا. هنفضل نعرض شغلنا ونعرض منتجاتنا، ومش هنتكلم عن اي حد. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. استفادوا بالعرض اللي معمول ل 10%، وانتظروا عرض العروسه الجاي، وهنقول فيه عدد قطع، وهنقول الهدايا اللي عليه ايه، وهنقول الشحن المجاني. الشحن المجاني ده حتى لو يعني لو بنكسب يا جماعه في العرض 1000 جنيه، بنشيل قيمه الشحن المجاني 200 جنيه، حاجه بسيطه. يعني بنكسب 800 بدل 1000. يعني لما نطلع لحاف ب 500 جنيه من 1000 جنيه مكسب، كسبنا فيه 500 جنيه. ده احنا كسبانين. احنا يا جماعه شوف بنوضح كل حاجه، واحنا كده كسبانين في العرض 500 جنيه. خدوا مننا ثقه يا جماعه. طبعا انتوا عارفين مول الشناوي معاكم على المصداقيه والصدق، ان اي عرض عروسه بيتعمل فيه 5000 7000 جنيه توفير. وبدون العرض الشحن بيتعمل مجاني، بيطلع من قيمه العرض، ما بيتزودش عليه. سيبكم من الكلام ده خالص. وبعدين في الاخر انتوا ليكوا السعر، ليكوا سعر التوتال العرض. معلش احنا كنا طولنا عليكم في النقطه دي، بس دي مهمه عشان بس احنا برضو بنحب نوضحها ليكم، عشان ما يضحكش عليكم. السماسره النهارده مش بقت في الشوارع، ده بقت في اصحاب المحلات. فخلي بالكم من النقطه دي. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو العروسه القوي الجاي ده. ان شاء الله هتبسطوا منه قوي. استفادوا من العروض المكمله معانا 10% على جميع المنتجات من 1/9 ل 30/9. كل سنه وانتم طيبين.